السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله بخير وصحة وعافية. اليوم إن شاء الله بداية الفيديو مالتنا رحنا بيه لبغداد. هنا طبعا صعدنا بالتيك توك شوية افترينا، طبعا احنا كنا مأجرين سيارة ورحنا، بس حبينا نصعد بالتيك توك انه تكون اول تجربة لنا، وافترينا بشوارع بغداد الحبيبة. فهنا صعدنا وافترينا ما أعرف الصراحة بيا منطقة كانت هاي، بس رحنا جوا الجسر وكانوا مخلين هاي الشغلات والكرزات وكل شي كان هناك موجود، بس ما اشترينا يعني، بس يعني تفرجنا، وكانت شوية مو هالقد الجودة مالت الكرزات وهاي السوالف. فافترينا وظلينا هناك لليل ورجعنا، وحبيت أخذكم بهاي الجولة ويانا. طبعا عيدكم مبارك، وإن شاء الله كل عام وإنتم بألف خير، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. طبعا هنا بالحارثية احنا كنا هاي بعد ما رحنا بالتوك توك ورجعنا، وهسه نسوي الدولمة. صار لي كومة مشتهية الدولمة، وجبت كل شغلات الدولمة وحضرتها. أنا مسويتها أكثر من مرة بالقناة، فاختصرت بعض الشغلات. هنا طبعا الشبنت والكرفس والسلق واللحم المثروم، وعندي لحم صحاح وشحم ليا والباقلة، ونقعت التمن. وهنا الخضروات اللي خليت بالدولمة، ما ضفت بس باذنجان وبصل، وخليت فلفل أخضر بالوسط، كلش أحب طعمها، وهي أصلا تنطي طعم للدولمة يخبل. فهنا بعد ما ثرمت الخضروات وخليت التمن واللحم والشحم، ضفت ملح وليمن دوزي وكركم وفلفل أسود وفلفل أبيض وجوزة الطيب وشوية كمون. فقط هاي البهارات اللي خليتها، ونحاول ما نكثر، بس مجرد ننطيها نكهة بسيطة. وخليت دبس الرمان ومعجون، هسه هم أضيف لها خاشوقتين أكل وأخلطها كل زين وياكم. شلونكم ويا الدولمة؟ طبعا أنا أعشقها، وكلش كنت هاي الفترة مشتهيتها. ضفت زيت ويا الحشو، وهم خليت بقاع الجدرية ويا الباقلة وعضود السلق، وهسه نخلطهم خلطة زينة. طبعا أنا هنا سويت الدولمة ورحنا أخذناها ورحنا يم جوارينا، فطرنا إحنا وياهم. ما أحكي لكم اللمة والقعدة الحلوة تخبل، هي اللي تفتح النفس على الأكل والله. هنا بعد ما خلطت البهارات ويا المعجون وخلطناها كلش زين، حتى كل المواد تتدخل ببعضها ويصير طعمها أقوى، بلشت ألف بيها. هنا طبعا لفيت سلق كم ورقة، وضفت باذنجان مثل ما قلت لكم وبصل، وخليت هاي الفلفل الأخضر بالوسط، وشلون صار شكلها يجنن. وهسه ضفت لها الصلصة اللي بقت من الدولمة، خليت لها تقريبا قلاصين مي وخليتها عليها. طبعا هاي أنا من الليل لفيتها وحضرتها، حتى ثاني يوم ما عندي شي، يعني مجرد أخليها على النار تستوي على كيفها. هسه طبعا كانت الساعة بالخمسة العصر، خليتها على نار بالبداية عالية، وبعدين على نار وسط، لحد ما شوية نشف من المي. نصيت جواها وخليت لها هاي مالت الدولمة الفخار. طبعا هاي اشتريتها قبل فترة، كل زينة للدولمة، تكبسها كبس. وهسه صارت الهوسة مالت الدولمة والشغلات عندي كم معون بالسنك. قلت خلي أنا أضيفهم ما دام الدولمة على الطباخ. وشنو رأيكم بالتلميع؟ يا ريت كل شغلة هيجي بالسهولة نقضيها. هسه نسوي شوية تحلية، نسوي لقمة القاضي أو العوامة. طبعا عندي كوبين طحين، وخاشوقة خمرة خميرة الخبز، وثلاث خواشيق حليب باودر، وثلاث خواشيق نشا، وثلاث خواشيق شكر.
نخلط المكونات كلها الجافة اللي هي 3 خواشق حليب و3 خواشق شكر و3 خواشق نشا و3 خواشق حليب باودر ورشة ملح، وخليت لها تقريبا هم 3 خواشق زيت، وأخذت من عندي قلاصين مي ضفته بالتدريج. بالبداية خليت قلاص مي لأن متأكدة إنه ما راح تصير لينة، وبلشت أخلط بيها وشفتها شقد تعوز مي وياي. أهم شي بنات من نعجنها نخلي تكون عجينتها مطاطية حتى تنطينا قوام كل زين. هذا كان قوامها، هذا المطلوب. خمرتها تقريبا ساعة ولميت بالأطراف وخليتها بالفرن حتى تختمر بسهولة. وبعد ساعة جيت فرغت من العجينة الهواء حتى تكون بالتشكيل سهلة ويانا. هنا طبعا خليت زيت بالطاوة، أهم شي يكون الزيت هواية حتى تنتفخ ويانا وتصير شكلها مدعبلة. فهنا بعد ما فرغت الهواء من العجينة كل زين، خليت بكاسة زيت وخاشوقة نظيفة. هنا طبعا الدولمة مثل ما قلت لكم خليتها على نار هادئة، وبديت أشكل بالعوامة ونحاول ما يكون حجمها كلش كبير. طبعا هي إلا شوية تخرب بعض الأشكال ويانا، بس بقدر الإمكان نطلعها بشكل حلو. وترست الطاوة وأخليها تاخذ لون وأبدي أقلب بيها على الجهة الثانية، ويكون بعد ما الزيت حمى النص جواه يكون الحماوة مالته وسط والنار وسط حتى ما تاخذ لون بسرعة وتبقى من الداخل عجين. طبعا أنا مخلية الشيرة يمي مسويتها مسبقا اللي هي قلاصين شكر وقلاص ونص مي، ونخليها لحد ما يكون قوامها لين تصير ويانا شوية ثخينة، ونضيف لها لمندوزي. هذا شكلها كان. وهاي الدولمة، وشوية رشيت جوز الهند مبروش على الوجه، واللي يحب يزين بأي شي فبكيفكم. كان هسه وقت المغرب أخذناها ورحنا، وهذا الفطور وعاشت إيدهم. وسهمنا وسهمكم ألف عافية، ولا تنسون لايك وتعليق حلو، واللي ما مشترك يشترك بالقناة.